عوض سعفان حكم الدرجة الأولى من منطقة الدقهلية يعطي إشارة الانطلاق والبدء لهذه المباراة. تبدأ المباراة بالفعل. على يسار الشاشة الزمالك بالأبيض الكامل، على اليمين حرس الحدود بالزي الأحمر الكامل أيضا على يمين الشاشة. الجهة اليسرى اتلعبت من معروف يوسف، والجبهة الزملكاوية اليسرى وجمعة وباسم مرسي. أول ظهور، أول تهديد، وأول تحية إعجاب وتصفيق ومساندة ومؤازرة أيضا من جمهور الزمالك، أو من الموجودين، خلينا نقول من الموجودين، من الحضور في ملعب بيترو سبورت لباسم مرسي بعد عرضية جمعة ورأسية باسم تمر بجوار القائم. الدور الاول فاز الزمالك 2. التصرف ده وسط الاثنين مدافعين، باسم يستلم على صدره ويضع الكرة باكورد دبل كيك رائع في شباك احمد سعد. يتثبت احمد سعد تماما ولا يملك الا انه يتفرج، ولو كان في ايده كمان كان سقف، لولا ان هو حارس مرمى حرس الحدود. الهدف بالفعل خلصها محمد طارق الظهير الايسر. تلعب التاني معروف، هيشوط ولا ايه؟ معروف مشي معروف، كهربا هو اللي شوط، لكن احمد سعد يطير وينقذ تسديدة محمود عبد المنعم كهربا ويمسك بثبات وبثقة. احمد سعد كهربا هو الهداف الزملكاوي هذا الموسم، 7 أهداف في الدوري طبعا بخلاف افريقيا. اتلعبت الكوره تاني داخل منطقه الجزاء. محمد عادل جمعه يضم لجوه بشكل كويس ويغطي بشكل عام حرس الحدود. تاني اضعف هجوم في الدوري، تخيلوا 12 هدف فقط الاسبوع ال25. كوره عاليه داخل منطقه الجزاء، خطيره الحرس، فرصه للتسديد وبالفعل اتسددت. وتاني كان متسلل وفضل ان هو ياخد ضربه ركنيه بدل ما يحاول على الكوره، وضربه حره جديده، لكن المره دي اكيد هيلعبها داخل منطقه الجزاء. طبعا اتلعبت فعلا ورأسيه علي جبر، يتقدم علي جبر في الكوره الثابته ويروح على الكوره ويطير، لكن راحت الكوره بعيد بره الملعب وضربه مرمى للحدود. تقدم بهدف، واحمد صافي في الكرة الاخيرة للحدود يلعبها جوه منطقة الجزاء وجنش، مش ممكن. مصطفى جمال كاد ان يعدل النتيجة في الثانية الاخيرة، مفيش ثانية اخيرة، ده كمان الوقت خلص، يعني الوقت الاصلي والوقت بدل الضايع في الوقت ما بعد الضائع، وحسبها ضربة ركنية حكم اللقاء عوض سعفان. مصطفى جمال لعب الكورة في اتجاه المرمى، هل لمسها جنش ولا ما لمسهاش؟ في كل الأحوال هي ضربة ركنية للحرس حسب قرار كابتن عوض سعفان. اتلعبت عالية جوه منطقة الجزاء والرأسية تمر من الكل، وفي صفارة وليست صفارة نهاية الشوط الأول كمان، لسه الوقت بدل الضائع. عوض سعفان حسب الكورة خطأ، في سند وفي دفعة كده من احمد رمضان بيكهام لمحمد كوفي، حسبها ضربة حرة حكم اللقاء. جنش هيلعب الكورة، لكن في هذه اللحظة تأتي صفارة حكم اللقاء عوض سعفان وسجدة الشكر من باسم مرسي بعد الهدف الجميل طبعا اللي سجله في بداية هذه المباراة. 1 الزمالك باسم مرسي لا شيء حرس الحدود. خلينا نستنى ونشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني. اصدقائي المشاهدين، نلتقي مرة اخرى بعد هذه الاستراحة القصيرة مع بداية احداث الشوط الثاني. شكرا لكم. الزمالك على الشمال حرس الحدود، محمد طارق يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء لكن يبعدها الدفاع الزملكاوي، ترجع الكرة تاني لمحمد عبد الله، او ده احمد رمضان تاني على حدود منطقة الجزاء، ومحمد كوفي ينقذ الكرة، تتلعب امامية توصل لكهربا، يقف على الكرة كهربا وسط 2، خلصها كهربا. حكم اللقاء عوض سعفان يمنح اتاحة الفرصة واللعب يستمر بالفعل. معروف تروحش اصلا. محمد عادل جمعه ياخد الكره ويروح بيها، يلعب كره عرضيه بالصدفه، حظه كويس وصلت لكهربا وشيكا، لكن احمد سعد بالمرصاد. شيكا بالا
سدد لكن راحت ارضيه، لو عاليه وفي زاويه او زي ما ارادها وكما ارادها شيكابالا وكما اعتدنا منه الحقيقه، لكن راحت على الارض وفي المكان اللي متواجد فيه احمد سعد، اللي كان ايضا حظه كويس زي ما كان حظ محمد عادل جمعه كويس في الكره العرضيه السيئه اللي لعبها، لكنها راحت لمحمد عادل. يلعبها الكهرباء، مفيش تسلل، كهرباء يلعبها المعروف يوسف، هيرفع معروف، اتلعبت كهرباء، مش ممكن محمود عبد المنعم كهرباء هيشق هدومه الحقيقه. كهرباء سوء الحظ، لكن برضه خلي بالك انه في مباراه بجايه ايضا، يعني في مباراه شباب بجايه كان في كوره قريبه جدا من المرمى، لسه محتاج يركز على المرمى. كهرباء محتاج يظبط وياخد القرار الصح. كهرباء استلم، تدخل في الكرة العرضية المعروف يوسف، ما اعتقدش ان معروف كان غلط يضغط كوفي، عايز يصلح غلطته لكن ما حصلش. استمرت الهجمة وكرة في منتهى الخطورة، ومرة تاني علي جبر تلمس الكرة ولسه جوه منطقة الجزاء، وتسديدة علاء شعبان بقدمه اليسرى، وفي صفارة عوض سعفان حسبها ضربة مرمى، لكن ادى انذار لمحمد كوفي على الخطأ اللي ما حسبوش. يعني هو عوض سعفان شاف ان محمد كوفي ارتكب خطأ، لكن يبدو انه منح، ادى اتاحة فرصة في الهجمة الواعدة لحرس الحدود، ورجع بعد كده وادى الانذار لمحمد كوفي. يبقى انذار لمحمد عادل جمعة، وانذار لكوفي، وانذار لحرس الحدود لمصطفى جمال. لكن كانت هجمة في منتهى الخطورة، بقول لكم حرس الحدود لسه ما فقدش الامل، ضربة 3 ضربات ركنية في اقل من دقيقة للحدود. محمود مبارك يغير المرة دي ويرفعها على القايم البعيد، يبعدها معروف، وتسديدة قوية لكن تتصد، والتاني لكن جنش بالمرصاد. هجمة مرتدة يبدأها جنش لشيكابالا، لكن الضربة الحرة تلعب عالية جوه منطقة الجزاء، وجنش يحولها لضربة ركنية قبل ما توصل على راس اسلام. اتلعبت الكرة على الارض، معروف يوسف ينطلق من ناحية الشمال، يلم الكرة بشكل كويس، معروف يلعبها يحطها جميلة لباسم، وانذار لباسم مرسي. انذار لباسم مرسي. البعض خدع وتصور انها ركله جزاء للزمالك، لكن هو بيني وبينكم السيميوليشن واضح من باسم، هو بلا داعي يعني بلاش لازمه على الاطلاق. شوف لو كمل باسم اهو، شوف هو رايح عايز يعمل الحركه، عايز ياخد ضربه جزاء. شوف من هنا راح حط رجله، هو اللي راح ناحيه احمد سعد. احمد سعد ذكي جدا الحقيقه، انه شوف رافع ايده ازاي، بيعلن براءته التامه الكامله. كان ممكن باسم يستفيد، لكن هو رايح عايز ضربه جواب. برافو على حكم اللقاء الحقيقه عوض سعفان، انه ما اتخدعش يعني، لان هي فعلا ما فيهاش حاجه. لا، رمي التماس للزمالك. محمد عادل جمعه يلعبها تاني، محمد عادل جمعه على رجله اليمين، جات له على اليمين، سدد محمد عادل جمعه، ومن حقه انه يجرب ومن حقه انه يسدد. يعني الجمهور الغاضب او حتى باسم مرسي اللي بيعاتبه على انه ما مررش، من حقه، الراجل رايح على المرمى وقريب وفي مكان كويس. مصطفى يلف الكوره جوه منطقه الجزاء، لكن يخرج احمد سعد، وصدام راسي مع كوفي. وقع كوفي على الارض، وتبدو يعني الوقعه ما تطمنش. كوفي هو اللي راح ضرب راسه في راس احمد سعد، طالع كالعاده الجامب والقفز والوثب العالي جدا من النجم البوركيني، والفدائيه المعروفه والمعهوده عنده ايضا. لكن ان شاء الله خير باذن الله، لان وقعته شكلها ما تطمنش، موجود اساسا في الملعب يعني. ادي كهربا يلعبها لمصطفى فتحي، مصطفى والبليسنج، مصطفى فتحي. دي ما خدتش وقت خالص يعني، في الكرة اللي فاتت بقول لكم لسه هتاخد شوية وقت، لا والله ده دقيقة بالظبط، وعملها مصطفى فتحي السالك
مصطفى فتحي يلعبها، وكان هيمارس هوايته ويمارس عادته في زيارة شباك حرس الحدود. طارق الكل مستني، الكل في الانتظار. محمد طارق سدد، طارق وجنش ينقذها ويحولها لضربة ركنية. حقهم من تصفيق وتحية الجمهور. نشوف المشهد ده كتير يعني. على اي حال الكرة الاخيرة لحرس الحدود، يا ولد جنش بطريقة اكروباتية رائعة، وعلى طريقة الكابتن حسن علي نجم وحارس مرمى الترسانة الكبير والقديم. يطير جنش رغم ان الكرة تبدو اسهل، لكن هو جنش حب يديها منظر، وفعلا اداها منظر. في هذه اللحظة عوض سعفان ينهي احداث هذا اللقاء. اصدقائي المشاهدين، الزمالك يرفع